السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي افنان ايمن. لو اول مرة بتشوفوا قناتي اهلا وسهلا بيك. اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس، هيوصل ليكي يوميا اشعار بوصفة جديدة من وصفاتي. ومكملين مع بعض وصفات العيد. وصفة اليوم بسكوت البرتقال، وهقول لكم معلومات مهمة جدا عشان البسكوت ما يسيحش منك في الفرن والنقشة بتاعته ما تروحش. قدمنا كحك العيد الدايب الناعم وسر القوام الجميل. هتلاقوا الرابط في صندوق الوصف، وكمان هسيب ليكم رابط فيديو الكحك يدوي بدون عجان او مكسر او مضرب كهربائي عشان تعرفي طريقة البث. وقدمت ليكم الوريبة وازاي ما تشققش في الفرن وتفضل ناعمة بالشكل الجميل ده. هتلاقوا الرابط في صندوق الوصف. هقول المقادير بالجرام وهسيبها ليكم مكتوبة في صندوق الوصف بالكوباية. كيلو دقيق فاخر زي الضحى أو دقيق خاص بالكحك والبسكوت، 400 جرام زبدة بحرارة التلاجة، 200 جرام سمنة بحرارة التلاجة، 450 جرام سكر بودر، 8 جرام بيكنج بودر، 5 جرام فانيليا، 3 جرام ملح، 225 جرام بيض، 125 جرام عصير برتقان، 10 جرام قصنص برتقان. في العجان او المكسر هضيف السمنة والزبدة، ومهم جدا السمنة والزبدة يكونوا بدرجة حرارة التلاجة عشان تديكي نتيجة مضمونة. اهم حاجة في البسكوت طريقة خفق السمنة والزبدة. هضيف ذراع الخفق واشغل المكسر على اول سرعة. في البداية هنخلط السمنة مع الزبدة لحد ما يمتزجوا مع بعض، ويدوني قوام ناعم بنفس الشكل ده. هضيف السكر البودر واشغل المكسر في البداية على اول سرعة لحد ما السكر يمتزج مع السمنة والزبدة، وتدريجيا هزود السرعة. بسباتيولا او بمعلقة خشب هلم الجوانب واشغل المكسر على سرعة عالية لحد ما الخليط يديني قوام ناعم ولونه يتغير من الاصفر للابيض بالشكل ده. هتلاقي الخليط متماسك زي الكريم شانتيه. ما تضيفيش الدقيق للخليط غير لما يوصل معاكي للقوام ده، دي اهم خطوة في البسكوت. في الخطوة دي هستخدم ذراع العجن، وهضيف اول بيضة واستنى لما تختفي تماما واضيف البيضة التانية، وبرضو هستنى لما تختفي تماما واضيف التالتة، وبعدين اضيف الرابعة، واضيف قصنص البرتقال، وعصير البرتقال، والفانيليا، البيض اختفى تماما والخليط امتص عصير البرتقال. هنزل بالدقيق،
وأشغل المكسر على سرعة هادية. يدوب نلم العجينة، مش عايزين نعجن في الخليط كتير. لو انت شغالة بمضرب يدوي او مضرب كهربائي، الخطوة دي هتستخدمي اسباتيولا او معلقة خشب. القوام المظبوط للعجينة. هنحتاج مشط للبسكوت، وممكن تستخدمي قمع بلح الشام، وفي منه اشكال كتير. وكمان هنحتاج كيس حلواني، ده افضل نوع انا استخدمته، بيكون قماش من بره وبلاستيك من جوه عشان العجينة ما تلزقش فيه، وكمان سهل في التنظيف. وممكن تستخدمي السيليكون. مرجحش ليكي اكياس التزيين لمرة واحدة اللي بتكون عاملة زي اكياس التلاجة. هضيف المشط او القمع الكيس الحلواني واتنيها على ايدي، واضيف كمية مناسبة من العجين. ما تكتريش كمية العجين عشان تقدري تتحكمي في الكيس. هضغط على الكيس، اخرج منه الهواء واشيل اول جزء من بداية العجين. هجهز الصينية او الصاج اللي هيدخل الفرن، ويفضل تسوي البسكوت في صينية ألمونيوم. هضغط على الكيس من النص وابتدي اشكل البسكوت. ما تنزليش بايدك لتحت، خلي ايدك مرفوعة سنة صغيرة عشان البسكوت يتفرد معاكي ويبقى بشكل مستقيم. هاخد الحجم او المقاس المناسب وانزل بالمشط لتحت، هيفصل معايا العجين على طول من غير ما تستخدمي مقص ولا سكينة. لو العجين ما فصلش معاكي بسهولة يبقى فيه مشكلة في العجين. وممكن تاخدي قطعة من العجين تختبريها الاول، تشوفيها هتفصل معاكي في الكيس بسهولة ولا لا. وكمان ممكن تسويها، تشوفي الرسمة بتاعتها هتروح او هتفرش منك في الفرن، عشان لو في مشكلة تقدري تعالجيها قبل ما تسوي الكمية كلها. ولكن لو طبقت نفس المقادير ونفس الطريقة ان شاء الله هيطلع معاكي بسكوت ناجح. هنسوي البسكوت على درجة حرارة 170 رف اسفل، فرن من غير شواية. هياخد معاكي وقت حوالي 15 دقيقة لحد ما ياخد معاكي لون ذهبي وخفيف من تحت. اطفي الفرن وشغلي الشواية ياخد لون ذهبي من فوق. ولو الفرن بتاعك درجة حرارته عالية وتوزيع الحرارة مظبوط، ممكن ما تستخدميش الشواية، يعني ممكن ياخد لون ذهبي من تحت ومن فوق من غير شواية. البسكوت يا جماعة ما بياخدش وقت في الفرن، تقدري تتابعيه من بعد 10 دقايق لان بتفرق من فرن للتاني. ما شاء الله البسكوت اخد لون ذهبي جميل وكمان بيقرمش. عشان تحافظي على قرمشة البسكوت، ضيفيه لعلبة محكمة الغلق او عبيه في اكياس واقفلي الاكياس كويس جدا. ولما تيجي تقدميه هتاخدي الكمية اللي انت عايزاها وتقفلي الكيس تاني او العلبة كويس، هيفضل مقرمش معاكي لاخر قطعة. الفيديو القادم على قناتي ان شاء الله البيتي فور بكيس الحلواني من غير مكنة، تشكيل سهل وسريع. وهقول لكم افضل طريقة وافضل مقادير لبيتي فور ناجح ومضمون. مستحيل يسيح منك في الفرن او النقشة بتاعته تروح، دايب جدا وناعم. هسيب لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. وكمان معمول التمر بدقيق السميد. لو وصلت معايا لهنا ما تنسيش اللايك والشير، سبسكرايب للقناة، فعلي زر الجرس هيوصل لكم اشعار يوميا بوصفة جديدة من وصفاتي. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي أفنان أيمن.